دعاء جميل جدًا من القرآن، الآية رقم 8 سورة آل عمران، لو أنت شايف نفسك مؤمن والواد اللي ما فيش زيه التزم بالدعاء دوّة في الأيام ديّة بالذات، اسمع معايا كده. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. للأسف الأيام اللي إحنا عايشينها دلوقتي شخصيات عامة كتير الشباب كانوا بيعتبروها قدوة اتصدموا فيه، سواء بآرائهم أو باتجاهاتهم أو اللي كانوا فاكرينه متدين وابن بلد وبقى عايش حياة أوروبيين ومش عاوز أفسّر، للأسف إحنا بنلاحظها حوالينا كتير اليومين دول، شخص يبقى كويس جدًا وفجأة يتحول للعكس. مبدئيًا عاوز أوضّح حاجة، ما فيش حد يستاهل إن هو يبقى قدوة ليك إلا شخص واحد بس، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وده بكلام ربنا في كتابه، اسمع كده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مبدئيًا ما فيش حد يستاهل إن هو يبقى قدوة ليك، الشخصية العامة اللي أنت شايفها لعيب الكورة أو الممثل أو، خُد الحاجة الكويسة من نجاحه أو مشواره، لكن ما تاخدوش قدوة ليك وتقلده في كل حاجة، فالتزموا بالدعاء دوّة في الأيام ديّة بالذات، من أحد الأدعية اللي بنقولها ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ربنا يرزقنا الثبات على المبدأ وعلى التدين ويبعد عننا كل شيء وِحِش أو يغيّرنا أو يحوّلنا للأسوأ، ولحد هنا الفيديو خلص، لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير كتير عشان ناخد حسنات أكتر، كنت معاكم مصطفى سعد والسلام عليكم.